الجيل الجديد او الناس الجديده اللي لسه بدأت تتفرج على الاماميه بالذات اليو اف سي عمرهم ما هيقدروا عبقريه الجيل الذهبي للمقاتلين. اهلا بيكم في سلسله جديده بعنوان لو ما تعرفش اتفرج. انا لما حد بيبقى لسه جديد بادئ يتفرج على الاماميه ويجي يسالني على مقاتلين مثلا زي اندرسون سيلفا، جورج سان بيير، كين فيلاسكيز وغيرهم، ويقول لي هو ليه ده الجيل الذهبي وهل فعلا الجيل ده كانوا جامدين قوي زي ما بتقولوا ولا الجيل الجديد احسن، انا من غير كلام كتير بقول له كل فايتر في دول بيبقى ليه فايت معين، هو عمل حاجة احنا ما شفناهاش قبل كده او ما اتعملتش في حد قبل كده، وبخليه يتفرج عشان يفهم مدى العبقرية في الاداء. انا النهاردة هتكلم على احسن فايتر جه في تاريخ الامامي واليو اف سي، جوني بونز جونز. انا مش هتكلم على تاريخ جون جونز ولا هو عمل ايه ولا هو ازاي كان مسيطر على اللايت هيفي ويت ديفيجن لفترة طويلة وان هو كان اصغر لايت هيفي ويت شامبيون في التاريخ ولا الكلام ده كله. انا هتكلم على فايت واحد تحديدا، ده لما حد بيسألني على جون جونز يقول لي هو جامد قوي يعني، اقول له اتفرج على الفايت ده وانت تفهم. الفايت ده كان ما بين جون جونز وستيفن بونر. الفايت ده كان في 2009 تحديدا في 31 يناير. الفايت ده كان تاني فايت تقريبا لجون جونز في اليو اف سي. اول فايت في اليو اف سي لجون جونز كان ما بينه وما بين واحد اسمه اندري جوزماو، وجون جونز كسب الفايت ده باجماع قرار الحكام. الفايت ما بين جون جونز واندري جوزماو ما كانش مبهر لدرجه ان هو الناس كلها اللي هو ايه ده، مين جون جونز ومين الكلام ده، عادي كسب عادي مفيش مشكله. لكن فايت جون جونز وستيفن بونر لا لا لا، قصة تانية خالص. اولا بس عشان نفهم مدى العبقرية في الاداء لازم نفهم الاول مين ستيفن بونر. ستيفن بونر كان ساعتها من الفايترز المخضرمين في اليو اف سي، ما هوش فايتر جديد خالص، وكانت شهرته جت في الالتيميت فايتر فينالي بتاع سيزون 1 في الحرب اللي قامت ما بينه وما بين فورس جريفن. ستيفن بونر خسر الفايت ما بينه وما بين فورس جريفن في الالتيميت فايتر فينالي سيزون 1، لكن الناس حبته وبقى عنده جماهيريه كبيره. وبعد الالتيميت فايتر سيزون 1 ستيفن بونر لعب فايتات كتير في اليو اف سي، خسر منها شويه كسب منها شويه. كل اللي انا قلته ده لازم يبين لك ولازم يفهمك ان ستيفن بونر ما هوش خصم سهل خالص. يعني من الاخر ستيفن بونر مش هو الفايتر اللي يحطوه لتاني فايت في مسيره عيل عنده 21 سنه اللي هو جون جونز. الفايت كان من ضمن الكارد بتاع يو اف سي 94 ما بين جورج سان بيير وبي جي بين 2. اولا جون جونز وستيفن بونر من الناحيه الجسمانيه متقاربين جدا من بعض، نفس الطول نفس الميزان نفس البيلد، لكن الريتش ادفانتج كانت لجون جونز. الفرق ما بينهم ساعتها كان 10 سنين. جون جونز كان 21 سنه وستيفن بونر 31 سنه. 31 سنه ده يعني واحد في عزه. الراوند الاولاني بدا، لاول دقيقه ما كانش في حاجه قوي بتحصل، الاتنين بيحاولوا يختبروا بعض، شوفوا التايمنج بتاع بعض، شوف ده بيلعب ازاي ده بيتحرك ازاي الكلام ده كله. لكن الموضوع اختلف اول لما الاتنين دخلوا في الكلينش. جون جونز اساسا لعيب مصارع روماني، والمصارع الروماني كل الشغل بتاعهم من الكلينش. ستيفن بونر فهم القصه دي اول لما دخل كلينش مع جون جونز. ستايل ستيفن بونر اصلا اجريسيف، فهو ما عندوش مشكله ان هو يخش ويقفل مسافته ويخش في الكلينش. لكن جون جونز دفعه الثمن غالي قوي. اولا خدوا تيك داون خفيفه الاول واللي هو ما وقعش فيها ستيفن بونر على ظهره قوي، فستيفن بونر ما حسش ان في حاجه قوي حاصله، فالمهم قام تاني وبرضه دخل في الكلينش مع جون جونز تاني. لكن المره دي خدوا حركه احنا بنسميها في الجودو هاراي جوشي، خدوا هاراي جوشي كما يقول الكتاب. جون جونز من الحركه دي ثبته على الارض، لكن ستيفن بونر عرف ان هو يقوم ويقف على رجليه تاني. لكن جون جونز مش سايبه، جون جونز خلاه يقوم لكن في الكلينش برضه. جون جونز كان مسيطر على الكلينش، وحتى لو هو مش داخل تيك داونز كان بيديله نيز وقلبوز من جوه الكلينش. بعدها بمفيش 10 ثواني جون جونز عمل له تيك داون من احلى التيك داونز اللي ممكن تشوفها في حياتك. حركه مصارع روماني برضه وبتتسمى في الجودو ساساي سوري كوميجوشي. المره دي نزله على ظهره وزنقوا بقى ساعتها عند الكيج، لكن عشان ستيفن بونر لعيب قديم ولعيب طف عرف يقوم على رجليه تاني. فضلوا واقفين شويه في السترايكنج مفيش حاجه بتحصل قوي لحد اما ستيفن بونر غلط الغلطه تاني، قفل مسافته ودخل مسك جون جونز في الكلينش تاني. راح جون جونز عمل حركه قلب بيها البوزيشن وخد ظهر ستيفن بونر، والمره دي جون جونز راح واخد ستيفن بونر سوبلكس من الحاجات اللي انت بتشوفها في الدبليو دبليو اي كده. لكن تاني ستيفن بونر طف جدا جدا قام على رجليه تاني، لكن المره دي بقى جون جونز ما خلاهوش يبعد عنه، قام بيه بسنجل ليج. كل الناس كانت فاكره جون جونز هينزل ستيفن بونر تاني على الارض ويسيطر عليه، لكن جون جونز فاجئ الكل
بعبقريته ان هو بجد لعيب وموهبه مش عاديه. من السنجل ليج جون جونز يعمل سبيننج باك البو تلبس في وش ستيفن بونر وتنزله نوك داون على وشه على الارض. طبعا كان واضح ان هذا واخد ستيفن بونر عشان هو برضه طف، راح ستيفن بونر قلب البوزيشن على ظهره على طول، لكن جون جونز راح نازل فوقيه جوه الكلوز جارد ونازل فيه جراوند اند باوند. لكن ستيفن بونر يقدر يقوم تاني ويقف على رجليه تاني، لكن خلاص كان ساعتها بقى ذهنيا ونفسيا جون جونز مسيطر عليه تماما، فبقيه الراوند كلها كانت جوه الكلينش، ولما جون جونز بيحب ان هو ينزل ستيفن بونر على الارض بينزله براحته، وتنتهي راوند 1. راوند 2 تبدا، وواضح ان ستيفن بونر داخل ما عندوش خطه معينه عايز يعملها او عارف يعملها مع جون جونز. اول 30 ثانيه مفيش اي حاجه بتحصل، الاتنين واقفين، تبادلات سترايكنج ما فيهاش اي مشكله. بعدين ستيفن بونر يخش برايت هوك بيحاول يضرب بيها جون جونز بعبقريته في الاداء يروح مفوت الرايت هوك وعامل سويب للرجل اللي لسه هتنزل على الارض بتاعت ستيفن بونر، فيعمل له سويب وينزله على الارض تاني بطريقه غير طبيعيه. جون جونز يسيطر على ظهره، ستيفن بونر يقوم قايم، لكن جون جونز مش سايبه يروح في حته. نفس السيطره، نفس فرق المستوى المصارعه اللي ما بين السماء والارض ما بين الاتنين. بقيه الراوند كلها جون جونز ينزله على الارض، بس المره دي سيطر عليه وحطه على ظهره وابتدى يضربه جراوند اند باوند اكتر من الراوند الاولانيه بكتير. لكن على اخر الراوند ستيفن بونر قدر يقوم تاني، شويه سترايكنج اكسشينجز، لكن مفيش حاجه قوي بتحصل، وتنتهي راوند 2. راوند 3 تبدا، وتقريبا جون جونز كسبان الماتش. ستيفن بونر اتهزم نفسيا وجسديا وذهنيا وكل حاجه. دقيقتين تقريبا تعدي من الراوند كلها سترايكنج اكسشينجز، مفيش اي حاجه بتحصل. ستيفن بونر بيحاول ان هو يلحق اي حاجه من الفايت، لكن مفيش امل. بعد ما دقيقتين عدت تقريبا ستيفن بونر بيحاول محاوله ان هو يعمل تيك داون لجون جونز، لكن طبعا مفيش امل خالص. جون جونز من الكلينش يقوم منزل ستيفن بونر على الارض، جون جونز يفضل مسيطر على ستيفن بونر على الارض ما يخلوش يقوم، لكن ستيفن بونر عشان عنده روح المقاتل عرف ان هو يقوم ويقف على رجليه تاني. بقيه الراوند كلها بعد كده مفيش حاجه قوي بتحصل، جون جونز تقريبا بيلعب، ستيفن بونر بيحاول يلحق اي حاجه من الفايت، لكن الموضوع ما فيهوش امل نهائي. جون جونز واخد راحته تماما، شويه سترايكنج اكسشينجز، بعد كده يخليه يخش معاه في الكلينش، سيطر عليه ويقفل عليه مسافته على الكيج، وبتنتهي الجوله الثالثه وينتهي الفايت، وجون جونز يكسب باجماع قرار الحكام. راوند 1 من الفايت ده بيبين قد ايه ان جون جونز كان موهبه عبقريه، وان هو مش بس لعيب MMA جامد او ان هو من احسن الناس اللي جت في التاريخ، لا 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 لا، ده هو عنده 21 سنه بيعمل كده في واحد عنده 31 سنه، ومش اي حد، ده كأن حد جه اللايت هافي ويت ديفيجن دلوقتي في تاريخنا ده ولعب فايت وكسبه، وتاني فايت لعب مثلا واحد زي خليل راونتري وعمل فيه اللي اتعمل ده. عشان كده لما الناس بتسالني بتقول لي هو مين الجوت، لهم طبعا جون جونز، لان انتوا زمان ما شفتوش جون جونز في بداياته كان بيعمل ايه في الناس. جون جونز بعد ما خد الحزام كسب كل واي حد ليه تاريخ في اليو اف سي، ومن هنا لازم نفهم ونحيي عبقريه جوني بونز جونز. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الفيديو الجاي من سلسله لو ما تعرفش اتفرج، وهعرض لكم فايترز تانيين من الجيل الذهبي عشان تعرفوا قد ايه الجيل ده كان عبقري. سلام.